بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة البطل الروماني، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. سفر أرميا عدد 31-13. رسالة النهاردة من أبونا مينا عبود، الراجل الجدع جدا اللي أبدا ما بيكسف حد اتعشم فيه. جرب محبته النهاردة وسلمه موضوعك وهو مش هيتأخر عنك. أبونا مينا جاي بيطمنك وبيقولك: ابني الغالي، اطمن لجمال تدابيره. ده ربك هيبهرك بتعويضه وهيدبر كل شيء، هيفرحك. بس انت اطمن ليه وصدقه وحط المكسور فيك قدامه، وما تفكرش في شيء أبدا، وتأكد إنه هيصنع معاك العجب. هيستجيب، ما تخافش، هيستجيب بفرحة كبيرة جدا تنقلك لحياة تانية، حياة أفضل وأحلى في كل شيء. ما هو عارف كل شيء ومش هيسكت، هيطيب خاطرك وهيفرح قلبك، هيملى حياتك بالتعويضات. وعن كل وجع ما تخافش، انت عارف في عز الضيقة اللي انت فيها دلوقتي والضغط والتعب واللخبطة، في عز ما انت مخنوق وبتصرخ وبتقوله يا رب ارحمني، فكرك هيفضل واقف شايفك وما يعملش حاجة أبدا. هيبعتلك هدية، أيوة صدق، الهدية دي اسمها الحضن الإلهي. الحضن الإلهي اللي هيشفيك بجد، اللي هيشفي فيك كل وجع وكل تعب وكل توهان. إلهك حنين قوي، ده أحن عليك من أقرب الناس ليك، مش هتهون عليه. عارف ليه؟ لأنك محبوب عنده. أيوة فعلا، الكلام ده ليك أنت. في سفر دانيال في عدد 9-23 بيقولك: وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. أنت دايما محبوب، أنت دايما موضع اهتمام ربنا وشغله الشاغل. اوعى تيأس ولا تحبط وتقول ده أنا متساب، ده أنا لوحدي، ده أنا محدش بيحبني. اطمن، انت عارف لو كل اللي حواليك سابوك هو هيفضل جنبك، حتى وانت بعيد عنه هو برضه هيفضل جنبك، حتى وانت واقع في الخطية هيفضل قريب منك، حتى وانت شايف نفسك وحش قوي في عيون الناس ولا حتى وحش في عينين نفسك، هيفضل أبوك السماوي قريب منك، لأنك بالنسبة لإلهك حاجة تانية خالص. ليك مكانة عالية ومحبوب وغالي قوي على قلبه. خليك ماسك فيه، اوعى تبعد عنه، واوعى اليأس يتملك منك ولا تفقد الأمل من كتر الفشل والضعف والظروف الصعبة. ما تخافش، مش هيسيبك، ده أكيد هتعود بقوة أعظم، هترجع أحسن من الأول، هتفتقدك العناية الإلهية. إلهك بذراعه القديرة هيقومك، هيرفعك، هيوقفك على رجليك من تاني، وهتشهد للعجب اللي هيصنعه معاك في كل حياتك. مش هيسيبك، صدق، هيتدخل في الأمور كلها. ومش بس كده، ده هيحول أكبر ضعفاتك لينبوع قوة يتشدد منها كل اللي حواليك. يعني هيديلك قوة مش عادية، قوة من قوته. ومش بس كده، ده انت كمان هتكون مصدر قوة لكل اللي حواليك، هتشددهم وتشجعهم وتقويهم. بس انت صدقه، بس انت ثق فيه. انت عارف طول ما انت واثق في ربك بجد من قلبك، كل الصعب وكل الضيق هتعديه بمعونته، هتعديه بقوته ونعمته. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. كورنثوس الأولى
عدد 10-13. ما تخافش، مش هيشيلك شيلة انت مش قدها، مش هيديلك حمل فوق طاقتك. ومش بس كده، ده كمان هيشيل معاك شيلتك، وهيعدي كل صعب، حتى كل المتعقد اللي بيقابلك في حياتك هيعديك منه، وهيبعتلك الحل والمخرج والمنفذ. وبعدها مش هيسكت طبعا، هيعوضك، هيعوضك تعويض عظيم. خلاص، هانت، كل شيء هيخلص بسلام. ده لما بتضيق قوي اعرف ان كده خلاص هتفرج وهتفرح باستجاباته. وعلى قد صبرك، على قد احتمالك وثقتك فيه وتمسكك بيه، كل شيء ايوه، ده اكيد. خليك مطمن ومرتاح، ده انت معاك يسوع اللي هيهون عليك كل شيء. ما تقلقش، هياخدك في حضنه، هيداوي أوجاعك، هيجبر كل كسر فيك، لأنه حاسس بكل ما فيك. حتى صمتك هو سمعه، وكل محاولاتك ومعافرتك اللي انت بتعافرها هو عارفها. هو عالم بكل شيء، عارف، عارف كل اللي بيحصل معاك وحواليك. وفكرك هيسكت، هيتصرف، هيتدخل، هيدبر، هيرتب. الله يعلم وهذا يكفي. وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. سفر أرميا 31-13. مدام ربك عارف كل حاجة يبقى ده كفاية، يبقى كده تمام. عارف ليه؟ لأنه ما بينساش حاجة، لأنه بيكافئ كويس جدا عن كل تعب، بيكافئ بثمر، بنجاح وراحة وسلام وهدوء، بيعوض أضعاف أضعاف. اطمن، هيفرحك، هيطيب خاطرك، هيطبطب على قلبك بطبطبته الإلهية اللي انت هتحسها قوي، وهتشوفها في كل حاجة حواليك. هتشوف فرح عظيم، هتشوف نجاح، شفا، هتشوف سد احتياجات، هتشوف استجابة لطلبة ياما، هتشوف باب يتفتح في وشك فجأة بعد سهر ليالي وقلق. هتشوف حلول عجيبة لمشاكل يأست منها. هتشوف عطية كنت مستنيها ومنتظرها. هتشوف حلمك بيتحقق بعد سنين صلاة كتير. هتشوف راحة، هتشوف هدوء وسلام. في اللحظة دي هينسيك فيها كل تعب انت شفته ودقته في أيام وشهور وسنين عدت عليك. اطمن، أبوك حنين قوي، هيفرحك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم بشفاعة أمه، أم إله القدرة، أمنا العذراء، وحبايبها من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وشفاعة أبونا الجدع قوي، أبونا مينا عبود، وأمير الشهداء ماري جرجس الروماني، البطل الروماني.